ايه ده بقى؟ ده حوض مسدود ماشي. هتعمل ايه؟ بنملى ازازة، ايه علاقتها؟ حطيناها في الحوض وبنضغط. ايه ده؟ يا ابن اللعيبة، بسهولة كده. جامدة اوي الحركة دي. ماشي. ده ايه ده؟ بيلزق بتلزق صباعها في معلقة. ايوه، ده ليه ده؟ ماشي. يا بنت اللذينة، عشان تقطع من غير ما تتعور. جامدة اوي الحركة دي. جامدة، يعني دي فاصوليا برضه اهي. برضه هتلزق ايديها في المعلقة وتقطع براحتها. جامدة جامدة، لا جامدة. انا هقول لامي عليها دلوقتي عشان وهي بتتقطع ما تتعورش. الصراحة الحركة عجبتني قوي. اللي بعده. استنى بس قبل ما نكمل، انت عملت لايك؟ اعمل لايك، انا عمال اجيب لك افكار بقعد طول اليوم عشان اعرف اجيبها لك. اعمل لايك وكمل معايا يلا. ده مضرب بيض ودي وكده. حطينا في زيت، ده ليه؟ اه يا بنت اللذينة. مكتوب لا تخافي من تطاير الطحين، كده من الخليط ده مش هيبهدل الدنيا، مفيش حاجة هتغرق الدنيا في المطبخ. جامدة قوي جامدة. ماشي، اللي بعده. ده ايه ده؟ فشار ماشي، حطينا الفشار. حطينا منديل. ده ليه؟ اوه. المنديل امتص الزيت كله. كده بقى فشار من غير زيت، كده بقى فشار مناسب للناس اللي بتعمل دايت. لا، فكرة جامدة، يعني كده المنديل امتص الزيت كله. رايق. اللي بعده. ايه ده؟ ده شمع ماشي. جبنا 4 شمعات. حطهم في طاسة ليه؟ ده سخنهم سيحهم. ما فضلش غير الخيط اللي في الشمعة. أيوة، ليه برضه؟ تمام، جاب خليط الشمع ده. حطيناه في كوباية. عاملين عصير شمع يعني ولا إيه؟ وبعدين ها؟ ده إيه ده؟ جبنا قرنفل. ماشي، حطينا القرنفل في الشمع السايل. أنا مش فاهم إيه الفايدة لحد دلوقتي. جبنا معلقة قهوة بن. ماشي. جبنا خيط من بتوع الشمع اللي احنا سيحناه. آه. ده هو كده هيستنى شم لحد ما يتجمد. يا ابن اللذينة، ده كده هيبقى شمع ريحته قرنفل وقهوة. وايه، وهيطرد الناموس من البيت. جامدة قوي دي. يعني احنا بدل ما الشمع كان عادي، خلينا الشمع بريحة القرنفل والقهوة. ريحة صحية تفيد ويطرد الناموس والحشرات من البيت. حلو والله. يعني دماغ شغالة يا جدعان، الناس دي بتفكر بطريقة تخلي الواحد يبقى حاسس ان هو مش بيفكر اساسا. هحاول اجربها دي، هجربها، شكلها سهلة وعندنا قرنفل وعندنا قهوة. هجربها واشوف الريحة هتبقى عاملة ازاي والناموس هيطلع ولا لا. حلوة. اللي بعده. ده ايه ده؟ طريقة قفل المعلبات. اه. احنا لما نفتحها نيجي نقفلها بقى بتنزل في المية اللي تحت وما بتتقفلش كويس. هتعملي ايه؟ جت من الحتة اللي بنفتح منها. ماشي. يا بت اللذينة. قفلت دي، قفلت بحركة سهلة قوي. جامدة دي. دي الشرشوبة بتاعت اللي بنمسح بيها، بتتبهدل بسرعة قوي. حطيناها في كيس، حطينا سائل غسيل اطباق وملح وكربونات وخل. ماشي، هننقعها نص ساعة. اوه، دي رجعت جديدة. جديدة بتلمع. جامدة قوي دي. ده ايه ده؟ منديل ماشي. حطيناه في الفرشة بتاعت الهدوم. اوه. عشان الشباك، السلك بتاع الشباك يتمسح بكل سهولة. اقسم بالله رايقة. ماشي. اللي بعده. الحيطة لونها اسود. نحط معجون سنان وسائل غسيل اطباق وكحول ابيض. ماشي، نحطهم في بخاخة. ما تقوليش هتروح. دي راحت. السواد ده راح بكل سهولة. ايه يا جدعان الافكار دي؟ في ايه؟ ازاي الواحد ما كانش عارف الحاجات دي؟ الحاجات دي بتسهل على الواحد حاجات كتير قوي في حياته. اللي بعده. ده ايه ده؟ الكاتل جواه ترسبات، الحاجات دي بتعمل سرطان اساسا. جبنا سكر وجبنا خل. حطينا ميه وغليناها واستنينا 10 دقايق. اوه، رجع جديد. رجع جديد خالص. بسكر ابيض، يعني انا مستغرب حوار السكر الابيض ده. بس سكر ابيض مع خل. هيرجع الكاتل الجديد كاننا لسه شارينه. ونحمي نفسنا من الترسبات والجير اللي بيبقى محطوط ده اللي بيعمل امراض اساسا، ربنا يعافينا. ماشي، حلوه دي. اللي بعده. دي سكينه حاطين عليها ملح وخل. وبنفرك ببطاطسايه. ده ليه ده؟ غسلناها.
تمام. اوه يا ابن اللذينه، السكينه رجعت جديده وحاميه كانها لسه جايه. جامده الحركه دي. ماشي اللي بعده. ده محشي كرنب ماشي. اه مايكرويف مش هنعرف نحط فيه غير طبق واحد. تمام. اه احنا شفنا دي قبل كده مع بعض. جامده أوي الحركه دي عشان نحط اكتر من طبق في نفس الوقت ونوفر الوقت. حطينا السلطانية الصغيرة، حطينا 3 أطباق فوق بعض. جامدة. هتوفر الوقت وتسخن أكبر كمية. ده إيه ده؟ ده الشراب اسمه إيه؟ الكولوم بتاع البنات ده، دي حاجة تبع البنات دي أكيد. ماشي قطعته. غسلته. وبعدين طبقته. ماشي حطيته في تلاجة. حطيت الشراب في التلاجة. ده ليه ده؟ أبقى مجمد. تمام يعني حطيته في الفريزر. وبعدين تقطع فيه وهو مجمد. مش فاهم برضو ليه. بتقطع حتت صغيرة. تمام دي هتفيد البنات عامة مش الرجالة دي. قطعته حتت صغيرة عمال اقطع فيه كله. اوه يا بنت اللذينة. عملت توك شعر ببلاش، هتعمل بتاع 50 توكة شعر من شراب واحد كانت ممكن ترميه. والله هي فكرة مش عارف هي مفيدة ليكوا ولا لا كبنات، بس انا حاسس ان هي فكرة حلوة وموفرة قوي. عاش اللي بعده. ده ايه ده؟ معلقة لزقناها في المكنسة. وفي الناحية التانية كمان ده ليه ده؟ شيلنا المكنسة أساسا. الراس بتاعتها شلناها. لزقنا المعلقة كويس. ايه ده؟ جبنا لمبة. يا ابن اللذينة، كل ده عشان لو انت قصير او البنات تعرف تحط اللمبة بسهولة في السقف. بس ده تعب جامد، ده حوار عشان اعمل كده. انا اطلب من حد يحط لي لمبة احسن واسهل. ده ايه ده؟ الماستيكة، الماستيكة لزقت في البنطلون، ده حوار جامد، ده شفناها قبل كده. هنحط تلجة لمدة 5 دقايق هتتشال بكل سهولة. حاجة سهلة يا جماعة والله، بس احنا اللي مصعبينها. كده خلصنا فيديو النهاردة. الصراحة النهاردة كان في شوية أفكار جامدة أوي عجبتني. هطبقها. وفي سلسلة جديدة هعملها هنطبق فيها كل الأفكار اللي أنا بجيبها في الفيديوهات دي عشان نشوف هي كلها صح ولا لأ، بس اطمنوا عشان أنا بجيب الحاجات الصح بس. الصراحة السلسلة دي أثبتت لي قد إيه الحياة سهلة، بس إحنا اللي مصعبينها عشان ما بنحبش نفكر. لو لسه مضغطتش لايك بعد كل الأفكار دي اضغط لايك ودعمني. خلاص داخلين على 1,000,000. استنوا الفيديو الجاي بأفكار جديدة. يلا. سلام.